ما هو انت لازم تكون عامل الدور صح عشان اعرف اصدقك. لو هتضحكني ما تفصلنيش، لو هتوريني انك حد مش كويس وفيك عبر الدنيا لازم توريني برضه جانب منك حلو، مثلا باربو والديه يعني بحب والدي قوي. كده يعني. بس دايما مش كل ممثل كوميديان. ما هو انك تعمل دور شرير هعرف ان انت فيلن على طول، ممكن من عينك، من التصرفات، من المشيه، من الصوت، حاجه مش مألوفه. فاهم؟ الشر موجود حتى لو في عمل كوميدي. هتقابل برضه كاركتر حد كده فيلن ومخلي الراجل الطيب او اللي بيضحكك في الفيلم جاد. حتى في الكرتون هتلاقي برضه الفيلن، وممكن تكون انت الفيلن نفسه في لعبه عادي. لو اتفرجت على الشخصيه اللي هي غير سويه نفسيا دي لازم برضه برغم كل الحاجات الغلط اللي فيه يوري لك حتى لو جانب انسان واحد منه. هكرهه بس يعني مش هلعنه، يعني يكون مبرر واحد حتى. مش عارف ومش لاقي مبرر واحد اصلا لشخصيه جابر في سفاح الجيزه اساسا. بس المهم هو ممكن ما يبقاش في دافع للشر اصلا في العمل الفني، يعني ممكن يسيبها لك عايمه كده بحيث انك تكرهه وخلاص. هو اهم حاجه انه يعمل الدور صح. هو الدافع اللي نقل الانسان اللي قدامي ده من انسان عادي لحد الشرير، لو الدافع ده بقى موجود الموضوع هيتصدق اكتر. ما هو احنا بشر وبنغلط وماشيين في طريق وممكن ننحرف منه عادي ونروح من طريق تاني. هات السكريبت بتاعك كده وكانك بتبني بيت، وابني وحط اساس للشخصيه عشان اصدقها يعني. المهم يعني احمد فهمي عامل دور اوعاله من الاخر، افتح له كده الطريق عشان المعلم جابر داخل. بس خلي بالك في انواع للشخصيه الشريره في العمل الفني أو عموما يعني. مش كل شرير شبه التاني. ممكن تلاقي شرير بس تحبه عادي، تحسه اتظلم ومضطهد كده. ممكن تلاقيه بقى شرير بسبب مركزه والسلطه اللي بقى فيها، فالحاجه دي ضغط على الشخصيه بتاعته وخلته مش شايف قدامه. وممكن برضه دور الفيلن تلاقيه حيوان بجد يعني، بس كبير مونستر. دي الصيغه الصح تقريبا اصلا. مش هتلاقي ليه دوافع يعني، هو مش بني ادم، هو حيوان فهيدوس على العالم. ما هو مش فاهم، مفيش دماغ يا باشا اصلا. هو صح الصبح يدمر المدينه، يدوس على خلق الله حرفيا كده. هو مش عايز حاجه اصلا، مفيش هدف اساسا. احمد فهمي بقى عامل دور انه سايكوباتي، هو مش شايف قدامه برضه بقى زي المونستر كده بالظبط. هو اهم حاجه عنده انه يرضي غريزته بس مش اكتر. هتلاحظ طول الوقت شخصيه جابر هاديه خالص، حتى صوت الضحك تحسه بيطلع بالعافيه. هو اصلا تقريبا كده مش عارف يفرق بين الخيال والواقع. تحس ان في حاجه كده على الكاميرا، اللي هو زي ما يكون حاسس ان في حلم، فكل شيء مباح يعني، مش هيجرى حاجه لما يقتل يعني. طريقته ومعاملته مع عمه تحس انه طفل صغير بيقول حاضر. امه حريصه انه ما يشربش السجاير يعني، بس بيقتل عادي. تتخيل مضر انه هو عنده مبادئ وعارف الصح والغلط، بس عارف انت اي دونت كير مان، مش مهم. هو الشرير اصلا عمره ما كان غبي، عمره ما هيضحك عليه، دايما بيجازف ويحصل اللي يحصل. مش مهم، مش هينفع تشوف الشرير بيتهزم كده في اول حلقه. وحتى برضه كمان مش هينفع تشوفه غبي، ده لازم يكون عارف هيتصرف ازاي وحاسب لها، ولازم يكون برضه عنده سرعه بديهه. اصل مش هينفع احمد فهمي يتربي كده ويكون خايف وهو شايلين فريزر مثلا، يكون من ذوات الدم البارد اللي هو صباح الفل يعني. صوته هتلاحظ دايما انه اجش كده قوي، في بحه ملحوظه. مش هينفع اسمع صوته ويكون صوت يعني رقيق، مش هيجي خالص يعني. يمكن الصوت في الشخصيه بيبان ويوضح حاجات كتير قوي. ما هو مش هيطلع صامت، هيتكلم، ولو اتكلم بصوت مش هيقنعني هتقفل منه. وش بيحب الطبخ قوي، تحس بيرسم لوحه كده، مش مجرد انها طبخه والسلام. ده ان دل على حاجه يدل انه بيتفنن في قتل ضحاياه، مش مجرد قتل عابر كده هو بيتلذذ بالقتل اصلا. احمد فهمي اتعلم الطبخ مخصوص عشان المسلسل اصلا. وهو كان عايز يطلع الموضوع ده بشكل حقيقي قوي قدام الكاميرا، فكنا لازم نتعلم بعض اساسيات الطبخ والتقطيع. تحت سلايد قدام، تحت سلايد قدام، تحت سلايد. هو لازم يتقن الدور من الالف للياء اساسا. نظرات عينيه مش عاديه، هو بيمثل بعينه وده صعب على فكره يعني، مش حاجه سهله خالص. تناقض شخصيه جابر في المسلسل واضح من اللحظه الاولى، ازاي بيعمل كل ده ورن التليفون غير. تناقض برضه وازاي بيتلذذ بقتل الستات ومبدا رفقا بالقوارير عنده اصلا. ظاهر حبه لصاحب المصنع اللي من الواضح انه صاحبه وبينهم علاقه كويسه، وفي نفس الوقت بيخونه مع مراته اللي هي اصلا عايزه تخلص منه اساسا. مجامع اللي موافق. التناقض ده في حد ذاته هوك اساسا. هو مش هينفع خالص يوضح لك كل حاجه من الاول كده. امال انت بتتفرج ازاي؟ ما انت هتمشي من اول حلقه لو عرفت كل حاجه. خليك تقلان، انا هوري لك الجانب الشيطاني منه ومش هقول لك ليه، وبرضه هوري لك الجانب الانساني منه وبرضه مش هقول لك ليه عشان ما تمشيش يعني. ما هو بيتونس بيك، ما هو بتشوف الاعلانات اللي بتتحط على العمل الفني، بتدفع اشتراك شاهد او المنصه اللي بيتعرض على الفيلم او المسلسل. بس في نقطه كده واقفه برضه وهيفضل في سؤال داير، هو ايه اللي حول شخصيه جابر لقاتل اصلا؟ ما هو اكيد ما اتولدش كده يعني، اتولد طفل عادي زي اي حد. ايه اللي خلاه يتحول التحويل الوردي ده اصلا؟ لو جيت تبص على علاقه جابر بامه، هو تحس جابر من عينه كده في حاجه غريب، مش مستريح اصلا، في حاجه غلط اساسا. لو لاحظت امه هتحسها مضطربه نفسيا ومش متزنه كمان، ومش سويه. كانت بتذبح الكلاب وتطبخ الكبده بتاعتها للناس. ده الكلام ده دار في الخناقه الاولى يعني، ما جابوش ده قدام الكاميرا لغايه دلوقتي يعني. دخلت السجن بسبب ابنها، مش عارفين السبب ليه لغايه دلوقتي. في ترابط كبير واضح بين شخصيه جابر بامه، واكيد متاثر تاثير كبير قوي. والظاهر ان ام جابر عامل من اهم عوامل تكوين شخصيه القاتل عند جابر. بس لو عايزين نفهم ازاي اتكونت شخصيه جابر او ازاي اتحولت للوحش ده، ممكن نفسر ده من علاقه باسم سمره بابنه. باسم سمره عنده نفس التسلط اللي عنده ام جابر. لاحظ كده في تشابه جامد في العلاقه بينهم يعني. والمخرج يعني اكيد هو مش هيحط دور ملوش لازمه او كحشو يعني. ابن باسم سمره في المسلسل اكيد ليه لزوم يعني. الموضوع كل شويه فيه فلاش باك ولعبكه، فمش هينفع يعرض لك ازاي اتكونت الشخصيه، فممكن يوريها لك كاسقاط يعني وانت فهمها
نفهمها بقى. هو سفاح الجيزه مستوحى من قصه حقيقيه، بس المسلسل لازم يجيبك حبكه دراميه وشويه لمسات كده، اكيد مش كل حاجه بالظبط يعني، ده عمل درامي في الاخر. والغرض من المسلسل مش تخليد للمجرم او سيره ذاتيه خالص، اتعملت قبل كده في رايه وسكينه عادي ومش سيره ذاتيه برضه. ممكن يبقى غرض توعوي حرص من السفاح مثلا، او بص هو غرض ترفيهي من الاخر بقى. وبس كده، لو عجبك اللي بقدمه ممكن عادي جدا تدوس سبسكرايب ولايك وكومنت وبس. صباحكم مساءكم لذيذ.